محصول وبيعه، وهو محصول التمر. أجود أنواع التمور على مستوى العالم موجودة في محافظة الوادي الجديد. يمكن يعني شبيه بالتمور اللي موجودة في السعودية وفي العراق. وطبعا هم بيقيموا الأفراح والجواز والمناسبات الحلوة بتاعتهم بعد هذا الموسم، لأن هو بيبقى الحصيلة المالية بالنسبة لهم. عندهم مصنع للتمور تمتلك الدولة، عندهم مصنع للتمور تمتلك الدولة في محافظة الوادي الجديد. في الحقيقة قصور الثقافة في محافظة الوادي الجديد عندها متحف، وهذا المتحف هو المتحف الوحيد من قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وهو متحف الإنسان الوحيدي. وهذا المتحف كان دايما سيادة الوزير يحب الجلوس هناك ويشرب الشاي. فهذا المكان مكان رائع. لا بعتوا لي غدا واجي عشان نحل مشكله. هذا المكان به كل عادات وتقاليد الإنسان الوحيدي، معمولة في شكل تماثيل وفي شكل مجسمات جميلة ورائعة ومتميزة. واللي بيدخل هذا المتحف أيضا لابد أن يخرج من الزيارة ومعه هدايا من الخزف ومن المصنوعات الخاصة بالفخار. وهناك فنانين في منتهى الجمال والروعة يصنعوا التماثيل والأواني الفخارية والجمال في هذا المكان التابع لقصور الثقافة. طبعا محافظة الوادي الجديد في مركز الخارجة، اللي هي بها كل المصالح الحكومية والمديريات، هي عاصمة المحافظة الخارجة. بها معبد كبير اسمه معبد هيبس. هذا المعبد فرعوني روماني، به العديد من الآثار والمعالم الأثرية والسياحية. وبالقرب منه أيضا مقابر رومانية قديمة اسمها مقابر البجاوات. والدخلة كمدينة تابعة للمحافظة بها مقابر أخرى فرعونية اسمها المتزوقة. الحقيقة لما ندخل هذا المكان المتزوقة، أنت قدامك المومياوات، قدام حضراتكم التماثيل الفرعونية بدون حراسة. اللي بيحرس المكان الكلاب وليس البشر. في الحقيقة مكان آمن بشكل غير عادي. يعني أنا لما زرت المكان سألت الحارس، يعني قال لي، قلت له الآثار أماكن مفتوحة والمومياوات بنبص في حضن الجبل نشوف المومياوات متواجدة، مش متواجدة في حصن أو في تابوت، متواجدة في اللفائف الكتانية كما هي. فالحارس قال إن المكان أمان جدا، ولدرجة إنه بيساعدوا في الحراسة مجموعة من الكلاب. أنا بحكي لحضراتكم بعض الأمور الجميلة الرائعة في هذا المكان الرائع. حقيقة الحياة هناك شبيهة بمصر في الستينات. البركة في الوقت، البركة في المال، البركة في كل شيء من خلال تجربتنا في هذه المحافظة الجميلة. استمتعنا بالهدوء والجمال والرقي، والمواطنين هناك يعني يمكن بيتمتعوا بالبشرة السمراء والقلب الأبيض والجمال. طبعا عندهم بعض الرياضات اللي بيتميزوا منها التزحلق على الرمال والهجن، سواء كان مسابقات الجمال، وأيضا لديهم الرسم على الرمال، ويتمتعوا بالسياحة البيئية،
وخاصة أن هناك مدينة هي قرية لمعالي الوزير اسمها القصر. هذه القرية اتمثل فيها أفلام تقريبا، لأن هي ما لمستهاش إيد حداثة. يعني هم وزارة الآثار حافظت عليها كما هي بما فيها من كل معالم، وبها أقدم مسجد في مصر، وبها كل المعالم القديمة. يعني هي مدينة إسلامية اتبنت في عصر عمرو بن العاص في هذا المكان، وهذه البنيات مبنية بالطوب اللبن المخلوط بزيت الزيتون. يعني الجدران عبارة عن طين لبن مخلوط بزيت الزيتون وليس المياه. يعني احنا لما دخلنا هذه القرية تشعر برطوبة الجو برغم حرارة الجو في خارج هذه القرية. طبعا جمال شديد. والفنادق، بعض الفنادق في هذه المحافظة فنادق بيئية بحتة، لا يستخدم فيها لا كهرباء ولا أي معالم الحداثة. ويعني بعض هذه الفنادق فعلا أخذت جوائز على مستوى عالمي، لأن كمان الألمان بيحبوا هذا المكان كبيئة صحراوية وبيئة طبيعية، فخدت جوائز على مستوى العالم في السياحة البيئية. طبعا للحديث عن هذه المحافظة الجميلة اللي تتمتع بالمعادن النادرة وتتمتع بالمناخ الجميل، سواء كان بالطاقة المتجددة، الطاقة الدائمة، الطاقة الشمسية طبعا، والثروات المتعددة اللي موجودة بهذه المحافظة. ويمكن كمان مع الزيارات أنا بدأت أقرأ في كتب عن هذه المحافظة، سواء كان عن جغرافية المكان أو تاريخ المكان. فطبعا قرأت بعض الأسطورات اللي مكتوبة عن هذه المحافظة، أن الإنسان البدائي بدأ وكانت بداية الإنسان في هذه البقعة، وأنه سكن الجبال في هذه المنطقة، وأن هناك بحيرة عذبة كانت يعني على مقربة مساحة بحيرة ألبرت، كانت موجودة في هذا المكان. ومع العصور المتلاحقة أخفت الرمال هذه البحيرة، ومحافظة الوادي الجديد بتعوم على كم هائل من المياه الجوفية العذبة الصالحة للزراعة، والآبار الصالحة الآبار المعدنية الصالحة للشرب. وطبعا بالذكر لابد أن نذكر أن هناك الآبار والمياه الكبريتية التي تساعد على شفاء العديد من أمراض العظام وأمراض الجلدية والسياحة العلاجية في هذه المحافظة، سواء كان من الدفن داخل الرمال أو التواجد بالأبيار الكبريتية الحمراء الجميلة. استمتعت في هذه المحافظة استمتاع غير عادي. شرفت بالعمل مع سيادة اللواء محمود العشماوي محافظ الوادي الجديد، وشرفت أن أعمل في أنشطة المرأة والمجال الخاص بالتنمية. وشرفت أيضا بأن يكون لي دور مؤثر في عمل بعض الندوات الخاصة بالمرأة والخاصة بالتمكين السياسي والمواطنة في فترة تحديدا 2014. وتحولت إلى شخصية فعالة مشاركة في المجتمع، لها دور طبعا بمساندة سيادة اللواء علاء فكري ودعمه. وطبعا وجدت نفسي
أمام لقاءات تلفزيون وإذاعة وأمام امرأة تحتاج إلى تثقيف ووعي. يعني سألت سيادة اللواء عن موظفات الأحوال المدنية وتوكيل لانتخابات الرئاسة رئيس، فهو قال له فبلغوه ان هم ما يعرفوش حاجه عن هذا الموضوع وليه ولازمته ايه. فانا اتناقشت معاه وقلت له يا سياده اللواء، او وقتها كان سياده العقيد، ان احنا محتاجين نثقف يعني هذه الفئه، ده مهم. فالحقيقه هو ساعدني وبدات اعمل ندوات سواء كان في قصور الثقافه او مكتبه مصر العامه بالمحافظه او داخل المحافظه، و توالت الاحداث الى ان يعني عملت وبدا يفكر في بعض القيادات اني اكون منسق اعلامي عام للمحافظه لانتخابات رئاسه الجمهوريه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. واتبعت لي توكيل رسمي من المحكمه من سياده الرئيس من محكمه اسيوط اني اكون المنسق العام والاعلامي للانتخابات الرئاسيه في 2014 لمحافظه الوادي الجديد. الحقيقه يعني كان موضوع بالنسبه لي شغف وموضوع بالنسبه لي رائع، ونظمنا مسيرات شعبيه ونظمنا ندوات ولقاءات مختلفه، والحمد لله في هذه الفتره بشهاده من الجميع انها كانت لاول مره ان الجمعيه العموميه الناخبه كانت اكبر عدد في تاريخ انتخابات محافظه الوادي الجديد. ورحله جميله ورحله رائعه الحقيقه. فعلا نزلت اجازه زي ما كنا بننزل مع سياده اللواء 20 يوم هناك و10 ايام هنا في القاهره، وهو بلغ ان هو انتقل الى القاهره وترك المحافظه واحنا كنا في اجازه، وما كانش فيه فعلا وداع للمحافظه، لكن كان فيه استقبال رائع وقت ما كنا رحنا. فكل الكلام طبعا وكلام سياده اللواء مطابق لما يعني حدث لنا من جمال ورقي في هذه المحافظه. المحافظه تحتاج الكثير والكثير، والمحافظه بها كنوز، يعني كنوز الله في ارض مصر. وحل مشكله المياه هناك، المياه الجوفيه صالحه للزراعه، والمياه الجوفيه هناك صالحه للشرب. وهي طبعا محافظه تحتاج الى تنميه كبيره وتحتاج الى سواعد واموال كثيره. هي ما كانتش متواجده، ولكن كان هناك بعض القبائل الصغيره المتعايشه فيها من مئات السنين، ولكن الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر انشا هذه المحافظه بقرار وزاري وقرار رئاسه الجمهوريه بانشائها، وارسل عدد من ضباط الجيش للاقامه هناك وعمل هذا المشروع والبنيه التحتيه. ويعني كان في بعض الناس اللي بتذهب للمحافظه وياخدوا المسكن والارض والبدايات، سواء كان البقره والاشياء البدائيه لمزارع شاب او لحياه جديده. طبعا هذا كله قرات عنه، ولكن ما تلمسته على ارض الواقع انها محافظه في منتهى الجمال والروعه، وتحتاج من الجميع ان يذهب اليها في رحله رائعه متميزه، وان كل الجهات اللي موجوده في مصر تنظم رحلات الى هذه المحافظه الجميله. اشكرك.
شكرا استاذه سهام على هذا العرض الشيق والجميل، ونشكرك على هذا المجهود، نشكرك على هذا العرض باسم اللجنه. والان جاء دور الساده اعضاء اللجنه في المقدمه الاستاذه الدكتوره هبه عبد العزيز، الكاتبه الصحفيه في الاهرام، وهي المنسق الاعلامي لهذه اللجنه في كلمه مصر. مع الكاتبة هبة عبد العزيز المنسق الإعلامي لجريدة الأهرام. والمانيا ويبقى كده خدنا ربع ساعة من كل واحد يتحدث بإيجاز وترتيب. مساء الخير على كل الحضور. شكرا على وجودكم، شكرا سيادة اللواء طارق المهدي على وجود حضرتك، ودكتورة سهام شكرا علشان انت السبب الرئيسي ورا الجمع الهائل ده، وشكرا لحضرتك يا سيادة اللواء، وشكرا دكتور جمال. الحقيقة أنا مبسوطة بحوار الوادي الجديد ده، لأنه هو جزء بعتبره جزء يعني شبه مختفي، يعني بالنسبة لمصر محدش بيتكلم عليه كتير. مش مادة إعلامية خصبة، مفيش أي حاجة بتوجه الأنظار تجاهه. يعني لازم اللي يعرف المكان ده اللي راحه أو اللي عاش فيه، سواء بحكم الوظيفة زي الست اللواء طارق، أو بحكم المعيشة الاجتماعية زي الدكتورة سهام. ففي النهاية احنا عندنا تقصير بصدد المكان ده. كنت أتمنى جدا إنه سيادة اللواء طارق يستفيد من فترة تواجده هناك. ليه ما تخرجش كل التفاصيل في كتاب؟ احنا انبسطنا لما سمعنا حضرتك، بس محتاجين نسمع مزيد، محتاجين نعرف فين نقاط الضعف، نقاط القوة عشان ننطلق منها، لأن المكان ده محتاج شغل كتير. أنا يعني بتأسف جدا لما أشوف إن أنا في 2006 كنت مدعوة لأبو ظبي في مؤتمر الطاقة العالمي عشان عاملين مدينة اسمها مصدر، هم اللي صانعينها من الأول للآخر كمدينة صديقة للبيئة. حضرتك قلت إن إحنا عندنا سان لاين أو مناجم للشمس، وعندنا ده رائع. طب إحنا طيب الواحد بيتأذى نفسيا لما نتفرج على دول تانية ما زالت تحوى على أرض التطور، وهم عندهم سابقنا في حاجات احنا عندنا الاساس. يعني اذا كان احنا واخدين ده ارث، يعني اجدادنا او الحضاره المصريه سابت لنا مكان زي ده واحنا مش شايفينه ولا عارفين نستفيد بيه، وناس تانية لسه باديه عاملين يعملوا يطوروا في مدن ضخمه وعظيمه. ليه مش بنبص لده؟ كلنا مقصرين، محدش بيواجه. ليه ما نعملش مؤتمر عالمي زي لما حبينا نلفت انظار العالم لشرم الشيخ وعملنا مؤتمر السلام في شرم الشيخ، فبدا الناس كلها المفروض تروح. ليه مش بنيسر ان كل يروح؟ ليه بنتكلم عليه عن استحياء؟ يعني ليه هي مكان موجود احنا عمالين نوصف في طبيعته وجماله، بس ما عندناش حاجه اساسيه تلفت النظر للمكان ده، سواء نعمل منه مؤتمر عالمي، مصر تدشن لده مؤتمر عالمي من المكان ده، او ندور على نقاط القوه اللي فيه نشتغل عليها بحيث برضه نلفت النظر ليها. احنا نفسنا كمواطنين في هذا البلد مقلين جدا ان احنا نزور اماكن زي ده. اولا المواصلات ليه مش ميسره ومش مهيئه، المسافات بعيده، فمحتاجين شغل كتير علشان يعني كويس قوي ان احنا نقدر نقول عندنا مكان هايل وجوهره وطبيعه والناس والبني ادمين، بس احنا لا مستفيدين منه ولا طالع منه اي نتائج. دكتور سهام، يعني هو يعني الكتاب ده توثيقي اكتر، داتا معلومات هايل جدا، بس كنت افضل برضو ان حضرتك تضيفي ليه من تجاربك. هيبقى اكتر متعه للمتلقي من ان هو يكون على سبيل دليل، هو دليلي اكتر، يعني توجيهي اكتر. لكن نحب ان برضو نسمع، لان برضو حضرتك لما دلوقتي شرحتي يعني انا اثرت فضولي ان انا اعرف بقيه القصص، فيعني يا ريت حضرتك تواصلي ده، يعني تعملي جزء تاني في اكثر بديموغرافيا المكان، بانثروبولوجي المكان، طبيعه الناس، بالذات انه الدكتوراه بتاعت حضرتك علوم انسانيه، فحلو قوي تقولي لنا توصفي لنا بقى بشكل اكاديمي وشكل معايش المواطن اللي قاعد في المكان ده اللي احنا نجهله، احنا كمواطنين مصريين نجهله، مش عارفين طبيعته ايه الشخصيه. مش عايزه اطول عليكم عشان هي الندوه طولت، وانا عارفه انه الندوات الطويله بتبقى مش احسن حاجه يعني. شكرا مره ثانيه لحضوركم. دكتوره هبه يعني اقترحت اقتراحين. الاقتراح الاولاني
ان هي بتورط سياده اللواء طارق المهدي انه يكتب لنا تجربته في اداره هذه المحافظه، ودي مهم جدا. يعني المسؤولين لما يكتبوا تجاربهم بيجي بعدهم بيستفيدوا من هذا المجهود. فده صحيح توجيه لحضرتك، بس انا ممكن اقعد معاك محاضرة جارية، محاضرة في المنزل جارية في فيينا 2017 عن مني يعني. اجيب كتاب؟ محافظ الوادي الجديد. يا دكتورة كتابات، هات لنا كتابات. اللواء علاء، اللواء عايزين كتابات. كتابين. طالب الدكتورة سهام بان هي تكمل. اللواء احمد ادريس عايز كتاب، هات كتابين. الجزء الاول توثيق، الجزء الثاني يبقى فيه شرح حتى على سبيل التجربه المعايشه، ان هي تقول ايه اللي حصل في الفتره دي، شفت الناس ازاي زي ما حكيت، بس يبقى مكتوب، يبقى ده افضل من انه انا اكتفي بالوصف. هذا ما قالته الدكتوره هبه. الاستاذ محمد بحكم الاستاذ محمد رمضان كلمه. محمد رضوان. طبعا انا سعيد جدا بالحضور ووجود سياده اللواء طارق المهدي، وانا اشهد طبعا ان فترته في التلفزيون هذه الايام التي قضاها في التلفزيون كانت اكثر انضباطا، واعاد الامور الى نصابها مره اخرى بشكل انساني سلس جدا. وده طبعا ده شهاده لنا في التلفزيون كنا بنعاني في فتره ما